السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هي متاع نهار الخميس، الدار البيضاء والراية بيضاء. بعد الفاصل من الاثنين للجمعة من 7 ل 8 متاع الليل EFM سبور بلوس أيمن زروق. اهلا وسهلا، مرحبا اذا من جديد في سبور بلوس. 7 و14 دقيقة. بعد شوي باش نحكيو على ليكيب ناسيونال، باش نحكيو على الترجي والمريخ السوداني، والبداية مع فتحي المولدي اللي ديتو بعنوان الدار بيضاء والراية البيضاء. بالطبيعة توا نهاري ملك المغرب يعلن رسميا ترشح بلاده لتنظيم كأس العالم 2030 مع اسبانيا والبرتغال. الاعلان هذا كان له صدى عالمي، كل الجرائد بطبيعة الحال في العالم الكل تحكي على المغرب. عادي يا وليد، المغرب تخلى عالمية عنده مدة. الترشح لتنظيم كأس العالم راهو السادس ترشح للمغرب كما الملك محمد السادس، كلها في الستة، معناها عنده أكثر من 30 سنة. والمغرب كل معناها كأس عالم يقدم الترشح نتاعو، وعنده 30 سنة جاهز لتنظيم كأس العالم. نتذكروا 2010 مع الأفريق دو سود اتهمت جنوب أفريقيا وأنها بين ظفرين تحيلت على المغرب باش تنحي لها التنظيم. اليوم كيف ولات كأس العالم ب 48 بلاد وهبط القانون الجديد، هاو مش مش زوز مقابلات، 3 برك. تحالفت المغرب مع جيرانه اسبانيا والبرتغال وما ادراك. الحقيقه كيف ريت المغرب الشقيق شدد صحيح باش ينظم كاس العالم، حليت عليه الكتاب شويه خلينا نشوف في المغرب، وكتاب كبير ياسر. وقفت عند عام 2022. بالطبيعه الناس الكل تعرف قطر 2022 المغرب العالميه، المغرب الرابع لاول مره في التاريخ فريق عربي معناها افريقي يوصل للعالميه. جيت نشوف كاس افريقيا للنوادي، نقل المغرب هزتهم الكل. المغرب في الرجال بالطبيعه تعرفوا الوداد، وفي ونهضه بركان كاس الكاف، والاخرى رابطه الابطال. في النساء الفار هزت كاس افريقيا لاول مره في التاريخ، بلاد تهز كوس افريقيا الملمه واللي فما رجال ونساء بلاد واحده. نحكي عن النساء نتاع المغرب، واحنا نحكيو على تونس مرة ونصف الى اخره. المغرب في نساء تسمع يا وليد، امان يا وليد وايمن، وصيف بطل العالم للامم. المغرب مترشح لكاس العالم 2023 بتاع النساء. المغرب مترشح لكاس العالم اللي اقل من 17 سنه للنساء. معناها المغرب عنده اجيال واجيال. حاسدوا المغرب لما واللي فما رجال ونساء. يقولوا عنده رئيس جامعه سي فوزي لقجع يتحرك ياسر، وهو اللي عامل هذا الكل. نقول لهم لا، مش صحيح. هذه دولة تتحرك، وقت اللي ترى هذا الكل هذه دولة تتحرك، دولة راهنت على الرياضة والكرة بالأساس. هذه سياسة الدولة، صح عليهم وصح النوم يا تونس. حسيلوا خلاصة القول، وهذا اللي يهمنا، هما عندهم الدار البيضاء، واحنا ما بقى لنا كان نهزوا العالم الأبيض. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.